صرت أدعي لربي في الليل وفي النهار، يا رب إنك ترزقني بأي طريقة، بأي طريقة، بولد، بطفل، ببنت، بأي طريقة، بس لا تردني خايب. اللي متزوج 18 سنة وتعالجت كثير وما الله رزقني بالأولاد، والطب هلا بتحدى صار في علاج أطفال الأنابيب، رحت على حماه على النظام وخاطرت بروحي لهونيك وبعت قطعة أرض ورحت عالجت فيها وزرعت مرتين وثلاثة، بس ولكن قدر الله ما الله تمها. هالنزوح كان خير إلي، الله سبحانه وتعالى هيأ لي طفل من غير باب، كأنه الله سبحانه وتعالى وعدني بهالطفل. الله سبحانه وتعالى ما خيب لي أملي ورزقني هالطفل، كأنه هذا الطفل اللي عم بدور عليه، طفل صغير عمره 5 أيام، عن طريق مشفى وعن طريق الشرطة كانوا كاتبين فيه ضبط، وخبرت فيه عن طريق جماعات بالمشفى إنه هذا الطفل ما بدهم إياه أهله، أبوه متوفي، أمه مثلا بدها تتزوج، ورحنا عن طريق المحكمة جبنا نظامي، يعني عن طريق الشرطة وعن طريق المحكمة وعن طريق المشفى. السجل باسمه وباسم عبد الله، انا اخترت له الاسم لانه بيصحوا لي ابو عبد الله، والسجل بكنيه وغير اسم ابوه وغير اسم امه وباسم كنيه السلطان، سجلت عبد الله السلطان لان هاي الكنيه قريبه من كنيتنا، وان شاء الله بكون احسن من اهله، قدم له الرعايه الصحيه، النظافه والحليب وكل شيء. عم بسعى بركض في يدي وفي رجلي اني امن له الحليب وامن له اللباس وامن له العلاج. لما ناولوني الطفل يعني حسيت بشعور كثير قوي، ضعف قلبي كثير لآخر درجة لما شلت الطفل، والطفل الحمد لله مبسوطة فيه، وبتمنى إنه الله يعطينا القوة حتى يعني أقدر ضل دائما فوق راسه وأشفد بطلباته ورح نبيه إياها. والحمد لله يعني بحب إني هيك كثير متمعنى فيه إني بدله لبسه ودائما لاقيه ضيه، يعني بريد انه مثلا اذا جاع القى الطائره اعمل له الحليب، ما بحبه انه يبكي.